أهلا بيكم. هنتعلم في فيديو النهاردة طريقة تحضير كيك السعادة. كيك لذيذ جدا بمكونات صحية، وكمان ميني كيك لكمية صغيرة يكفي لاتنين فرد، وكمان مكونات سهلة جدا وبسيطة ومتاحة في كل بيت. عشان أحضر مقادير الكيك، عندي 2 بيض بدرجة حرارة الغرفة، وكمان عندي كاكاو خام غير محلى، أي نوع كاكاو بتفضلوه، وكمان عندي دقيق الرز. هيكون مكونات الكيك النهاردة جلوتين فري، أو ممكن دقيق متعدد الاستخدامات لاستخدامات الكيك والحلويات زي ما تحبوا. أنا ضفت حوالي كوب وربع من دقيق الرز، وكمان ابتديت أضيف ليه 5 جرام من البيكنج باودر. ضفت المكونات الجافة وتركتها جانبا، وبعد كده هبتدي أخفق 2 بيض، وبعد كده ابتديت أضيف ليهم استevia، وعندي حوالي 5 جرام من الفانيلا و1 جرام من الملح علشان يرتفع جدا معايا خليط البيض. مهم جدا إضافة الملح لأنه يساعدني جدا أحافظ على أن يكون الكيك هش، وكمان يكون منتفخ معايا بعد التسوية. هخفق بسرعة أقل، وبعد كده هستمر في الخفق لمدة لا تقل عن 15 دقيقة عشان أحصل على بياض بيض مع الصفار مرتفع جدا وهش. ابتديت أضيف حوالي 10 جرام من البيكنج باودر على دقيق الرز علشان يديني كيك شوكولاتة لذيذ جدا. بعد ما خفقت البيض، أنا ضعفت كمية البيض لأن هعمل 2 قالب بمقاسات مختلفة. لو لقالب واحد هنكتفي ب2 بيض والمكونات اللي ذكرتها في أول الفيديو. ابتديت أضيف المكونات الجافة مع البيض، وابتديت أقلب الاسباتيولا بخفة جدا علشان ما يفشش مني الهواء. مهمة جدا الخطوة دي. وبعد كده ابتديت أضيفهم في صاج. هكتب لكم كل المقاسات بالتفصيل في الديسكريبشن بوكس. وبعد كده ابتديت أضيف المكونات الكيك في القالب. خطوة أخيرة قبل ما أدخله الفرن، مهم جدا أن أضيف ليه حوالي 3 معالق كبار من المية المغلية. المية المغلية هتساعدني على الكيك يكون هش ومرتفع جدا معايا، ومش هيحتاج أي سوائل بعد التسوية. لاحظوا النتيجة دي، لو جربتوها هتلاقوا الكيك لذيذ جدا وطري زي الكيك اللي بيتباع جاهز بالظبط، وكمان بجلوتين فري، مكونات صحية ولذيذة جدا. قلبت المية المغلية على مزيج الكيك قبل ما احطهم في الفرن، وهضيفهم في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180. هيقعد تقريبا نص ساعة. بعد مرور نص ساعة هبتديت احصل على كيك هش جدا ومرتفع، كيك بطعم الكاكاو لذيذ جدا. ابتدي دلوقتي اسيبه يبرد جانبا، وبعد كده هبتدي اضيف القالب ارتفاعه تقريبا 9 سنتي والعرض بتاعه 10 سنتي. وعندي كوب من الويبنج كريم. هبتدي اخفق الكريمة، او ممكن لو عاوزينها بمكونات صحية اكتر ابتديت اضيف ممكن كوب من الزبادي اليوناني، هيكون طعمها غني اكتر وصحي ولذيذ. خفقت الويبنج كريم مع 2 ظرف من استيفيا علشان احصل على الكريم يكون سكره مظبوط. ابتديت اضيفه في اكياس التزيين، وهبتدي اعمل بالتب الخاص بالوردات الكريمة. بتدي شكل حلو جدا طبقات الكريمة مع الكيك، وكمان شرائح الفراولة هتدي شكل حلو جدا. كيك لذيذ وكمان بسيط في تحضيره، مش بيحتاج اي وقت. ابتديت اضيف شرائح الفراولة عشان تديني طبقات لذيذة جدا بعد ما اخلص التزيين بتاعها. وبعد كده ابتديت اضيف الطبقة الثالثة والاخيرة عشان ابتدي اغلفها بالكريمة من الوجه، وبعد كده ابتديت ازين بالشكل ده. مهم جدا ان اخفق الويبنج كريم كويس عشان تديني كريم وشكل متماسك للتب بتاع التزيين زي ما احنا ملاحظين. عندي قطعات الكوكيز او اي قطعات بتفضلوها. ابتديت اعمل شكل قلوب بشرائح الفراولة، بتدي شكل حلو جدا في التزيين. قطعت القطع لقلوب صغيرة زي ما احنا ملاحظين، وابتديت دلوقتي اضيفها على الكريمة اللي ضفتها على الكيك. بتدي شكل كيوت جدا ورقيق، او ممكن نزينها باي اشكال او اي نوع فاكهة بنفضلها. انا حبيت اضيف ليها فاكهة الموسم الستروبري، من الحاجات اللذيذة جدا، وتبقى ميكس لذيذ ما بين الشوكولاتة والكريمة والكاكاو، بيديني ميكس حلو جدا مع الفراولة.
ابتديت برضه باستخدام عود زعتر أو روزماري أو زي ما تحبوا من التزيين، ابتديت أعمل يعني زي زرعات كده صغيرة وفروع صغيرة على القلوب، بتدّي شكل حلو جدًا نهائي، وكمان تزيين بسيط مش بيحتاج أي وقت، وبيبقى شكله مميز جدًا. ممكن نشكّلها بأي تزيين بنفضّله على حسب الذوق والرغبة، وده ابتديت أعمل ليكم أفكار علشان يكون تزيين سهل جدًا وسريع، وكيك كمان صحّي للمناسبات، وهيكون مناسب جدًا للأجازات نُص السنة، وكمان الاحتفال بأعياد الميلاد. ابتديت أعمل وردات من كل الجوانب عشان أغطّي كل الجوانب بالكريمة زي ما إحنا ملاحظين، وده شكلها النهائي. يا رب تعجبكم وتجرّبوها. ده كان الشكل الأول للكيك السعادة أو كيك المناسبات بمكونات صحية لذيذ جدًا، وفي نفس الوقت بكمية صغيرة علشان ما نصرفش في استخدام الأكل الحلويات، وتبقى السعرات الحرارية تبقى كبيرة، وتبقى بتزوّد في الوزن. باتمنى تكون فكرة التزيين عجبتكم، وهننتقل على طريقة التزيين الكيك التاني. استخدمت في الكيك التاني قبل ما أستخدم الكيك التاني هاوريكم شكل الطبقات، شكلها حلو جدًا، ولمّا بناخد كده بالمعلقة هتكفي ل2 فرد، هتبقى لذيذة جدًا. بعد كده ابتديت أستخدم أطراف الكيك علشان أبتدي أستخدمها في أي قوالب بنفضّلها، أنا ضِفته على شكل مربع بيدّي شكل حلو جدًا، وبعد كده ابتديت أزيّن بوردات الكريمة، وابتديت أضيف ليها فراولة في النُص مع شرائح من الشوكولاتة بتدّي شكل حلو جدًا. ممكن ضِفت كمان أوراق النعناع، حبّيت إن يكون تزيين بمكونات طبيعية وكمان بسيطة مش مكلفة، علشان يكون سهل عندنا تطبيقه وتحضيره. ضِفت ليها بَشْر الشوكولاتة بيبقى يدّي شكل حلو جدًا، وبيفكّرنا بكيكة البلاك فورست بمكونات صحية وكمان لذيذ جدًا. باتمنى تكون الفكرة وصلتكم، وطريقة تحضير الكيك أو التورتة بمكونات صحية، ويكون مناسب جدًا للمناسبات والأعياد الميلاد، وفكرة الأحجام القوالب الصغيرة دي بتدّي شكل حلو جدًا، طالعة ترند الأيام دي. باتمنى تجرّبوه وتقولوا لي رأيكم في الكومنت، ولو أنتم جداد على القناة، أنا حنان مصطفى باقدّم وصفات صحية، باقدّم كيك وحلويات للgluten free، وكمان وصفات خالية من السكر لمرضى السكري وحساسية الجلوتين. باتمنى تتابعوا الفيديوز وتقدّموها الحلويات بطريقة صحية وبمكونات لذيذة، وكمان متاحة في كل بيت، وأشوفكم على خير في وصفة جديدة ولذيذة وصحية، ودمتم سالمين وفي صحة جيدة.